السلام عليكم. الجو حر ودرجة الحرارة 46. الكيكة دي اللي هتقعدك في التكييف، مرطبة بشكل مش عادي. لازم تعملوها. يلا على الطريقة. هنعمل السبونش بتاع الكيك. هحتاج 6 بيضات، وهحط عليهم 2 باكت فانيليا، وهحتاج كمان كوباية الا ربع سكر. هضرب بقى المكونات دي كلها مع بعض لمدة 7 دقايق او 8 دقايق لحد ما لونها يتغير خالص معايا. ده اللون الاول، وده اللون التاني، وده اللون التالت اللي احنا عايزين نوصله. كمية ضعف وهشة وفاتحة خالص وكلها فقاعات. هجهز بقى المكونات الجافة: كوباية ونص من الدقيق، وعليها معلقة مش مليانة من البيكنج باودر. لو هو هتحطي باكت اللي هو الأكياس هتستخدمي كيس الا ربع. هنخلهم كده علشان الكيكة تبقى فيها هوا وتبقى هشة. وهبدأ ان انا اخلط المكونات مع بعض بالاسباتيولا من فوق لتحت. مش هنستخدم المضرب، احنا عايزين نعمل بالاسباتيولا كده عشان ندخل فيها هوا، الهوا ما يخرجش منها. هتفضلي تعملي كده بالراحة لحد ما تتأكدي ان الخليط كله اتجانس مع بعضه. وانتي بتقلبيها هتسمعي صوت الهواء وصوت الهشاشان بتاعها. جهزت صينية مقاس 40، رشيتها بالمية وحطيت عليها ورق زبدة عشان يلزق فيها، ونزلت عليها الخليط بالشكل ده كده. وبدأت ان انا افرده بالاسباتيولا. لو عندك الصينية مربعة هتستخدمي صينية مقاس 30 في 40. المقدار ده كويس للصينيتين دول، صينية 40 مدورة او 30 في 40 مستطيلة. هسخن الفرن على درجة حرارة 170، وادخل الكيكة فيها ربع ساعة. ربع ساعة بس، ومش هنفتح الشواية. عندي كوباية من الكريم شانتيه وعليها كوبايتين من الحليب. هقلبهم كويس الأول بالمضرب كده، علشان لما اجي اشغل المضرب ما يعملش عفرة ويبهدل المكان حواليا. هضربه كويس لحد حوالي 5 ل6 دقايق لحد ما الخليط يتقل معايا. واجي ارفع بالمضرب كده يعمل معايا منقار بوز البطة كده بالشكل ده. الكيكة جهزت معايا، خدت لون لوحدها من غير ما افتح الشواية. هجهز بقى فواكه. قطعت عنب، اي فواكه عندك. لو مش حابة بالفواكه عادي مفيش مشكلة. وقطعت مشمش، والمشمش لازم تتأكدي ان هو من جوه سليم وتمام، حتى لو المشمشية ناشفة وجامدة معاكي. قطعتهم وجهزتهم كده وحطيتهم في التلاجة. طلعت بقى الكيكة كده، سلكتها من الجنب وقلبتها على الجنب التاني عشان تبرد تماما. انا عايزة استخدمها وهي باردة. انا الكيكه حطيتها في الفرن، نسيتها 5 دقايق بس، يعني اخدت 20 دقيقه، فاخدت اللون الزياده ده من تحت. فانتوا حطوها على ربع ساعه بس. عندي نص كوبايه من السكر الابيض، ونص كوبايه من الحليب المبخر، وكوبايه من الحليب العادي، وتقدري تستغني عن الحليب المبخر عادي. هقلبهم كده كويس مع بعض لحد ما السكر الى حد ما يدوب يعني. وهبدا اسقي الخليط ده للكيكه. ونجاح اي كيكه ان انت لما تحطي عليها اي خليط او اي سوائل من فوق تشربها في ثواني كده. فالمقادير مظبوطة جدا وناجحة جدا، جربوها على ضمانتي. حطيت كمية الحليب كلها لحد ما شربتها كلها على كل الجوانب وكل الأماكن. الكيكة لوحدها طعمها تحفة من غير أي كريمة ومن غير أي حاجة. حطيت بقى الكريمة، طبعا كنت عيناها في التلاجة. ووزعتها كده على الصينية كلها، وقفلت الأطراف كويس بحيث إن أنا لما أحط الطبقة التانية اللي هي الجيلي ما يبقاش فيه أي مكان إنها تنزل لتحت. وخطوة الجيلي اختياري، تقدري تستغني عنها لو انت مش حابة تعمليها وتكتفي بكده بس، وتحطي مثلا صوص كراميل او صوص اي صوص عندك، كراميل، شوكولاتة، فراولة، او قطع شوكولاتة وخلاص تبشريها. هجهز الجيلي، عبارة عن كيسين وعليهم نص لتر من المية. مية مغلية قوي. هقلبهم كويس واسيبهم ان هم يبردوا خالص عشان لما اجي احطهم على الكيكة ما تفكش الكريمة. الكيكة كنت عيناها في الفريزر، سبتها ساعتين في الفريزر مش في التلاجة. وزعت بقى الفاكهة اللي انا قطعتها، وزعتها كده على كل مكان. والجيلي كان برد، فحطيت بقى الجيلي عليه. بس كده هتشيليها بعد ما تحطي الجيلي كله، وتكوني مفضلة رف طبعا في التلاجة، وهتحطيها في التلاجة بتاع 3 4 ساعات كده. وبعد كده هتطلعيها مش اقل من 4 ساعات عشان الجيلي يكون مسك تمام. وكده كده الكيكة اصلا متلجة فهي هتجمد بسرعة. هي جهزت معايا دلوقتي بقى، طلعتها سلكتها كده من الجناب عشان الجيلي طبعا بيبقى ماسك.
وقطعيها بقى بالشكل اللي عايزاه، مثلثات، مربعات. الكيكه اصلا وانا بطلعها بتطلع هوا ساقع تجنن، وشكلها جميل وهتعجب الصغير قبل الكبير. ومرطبة جدا الكيكة لوحدها وهي شاربة الحليب، طعمها خطير، ومع الكريمة رهيبة، ومع الجيلي مرطبة جدا جدا جدا. جربوها، انا متأكدة جدا انها تعجبكم في الجو ده. الشكل جميل والطعم خطير، لازم تجربوها. ولو وصلتوا في الفيديو لحد هنا، شكرا لكم بجد انكم اتفرجتم للاخر، وما تنسوش تحطوا لي لايك وتقولوا لي رأيكم في الوصفة.